أبدأ معك وائل. طبعا عظم الله أجرك وصبرك الله. ما هي آخر التطورات في غزة؟ بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويربط على القلوب. دائما وأبدا الأوضاع في قطاع غزة متفجرة والأحداث متتالية، خصوصا مع هذا التحليق المكثف للطائرات الحربية والطائرات المسيرة. بالتأكيد هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية شهدتها منطقة خان يونس على وجه التحديد. على مدار الساعات القليلة الماضية كانت أصوات الانفجارات متتالية جدا في هذه المنطقة في قلب مدينة خان يونس، وأيضا في أجزاء أخرى من المحافظة، باعتبار أن هذه الأصوات مصدرها كما يبدو غارات إسرائيلية جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، فضلا عن عمليات تفجير كما يبدو يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت ومنازل. وبعض المنشآت في مدينة غزة كان قد زرع فيها ألغام يقوم بتفجيرها، وهو الأمر الذي يصدر أصواتا شديدة جدا وتشبه القنابل الارتجاجية. حتى الآن حسب المصادر الطبية الفلسطينية إجمالي هذه الغارات التي شهدتها محافظة خان يونس أكثر من 71 شهيد على الأقل حتى الآن، وهناك عدد كبير من الجرحى، ويجري الحديث عن وجود شهداء في بعض المناطق، لكن لا تستطيع سيارات الإسعاف ولا رجال الدفاع المدني الوصول إليهم لانتشالهم، بحيث أنه لا يسمح لأي متحرك لأي مواطن الوصول إلى تلك المناطق التي يصنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنها مناطق ساخنة أو مناطق اشتباك أو مناطق حمراء. لكن المهم أن الوضع متفجر في محافظة خان يونس، وتحديدا في مدينة خان يونس، وهذا الأمر يشي بأن كثير من الغارات الإسرائيلية يمكن أن تحدث، وبالتالي يرتفع أعداد الشهداء والإحصائية الصادرة من الجهات الطبية. في منطقة الوسطى بالتأكيد الوضع لا يختلف كثيرا، هناك استهداف لمنازل المواطنين وأيضا استهداف لمواطنين فلسطينيين وقصف مدفعي، الأمر الذي أدى إلى سقوط أعداد من الشهداء والجرحى في هذه المنطقة، التي يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية يركز في قصفه المدفعي وفي بعض التوغلات على هذه المنطقة، وبالتالي هذا يتسبب في موجات نزوح لا سيما من المناطق الشرقية لهذه المحافظة، تحديدا في مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، إلى جانب بعض المناطق في الأجزاء الغربية للمحافظة، تحديدا شمال النصيرات والزوايدة وبطبيعة الحال المغراقة وجحر الديك. هذه المناطق كلها أصبحت مناطق ملتهبة جدا بفعل الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف أبدا. في المقابل بالتأكيد المقاومون الفلسطينيون يستمرون في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما مواجهة الآليات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في مناطق مثل أحياء منطقة خان يونس، مدينة خان يونس، وأيضا تنفيذ بعض العمليات ضد هذه الآليات وضد مراكز قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء التي تتحصن في بعض المنازل وتحولها إلى ثكنات عسكرية أو إلى نقاط عسكرية أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية التوغل في إطار العملية البرية التي تشهدها منطقة خان يونس، وتعتبر في هذه الآونة هي ذروة العملية العسكرية البرية التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي.